بسم الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وأقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أسأل الله جلت قدرته مع إقبال هذا الليل وإدبار النهار ومع نزول هذه الأمطار أن يجعل النصر حليف الإسلام والمسلمين في كل مكان. وأسأل الله جلت قدرته أن يبارك فيكم أنتم أيها الشباب الموجودين في هذا المكان، وأن يبارك في جميع أبنائنا وشبابنا ومن يتابعنا عبر هذه القناة التي نحبها ونحب القائمين عليها والعاملين فيها. أشكر الحقيقة قناة بداية، وأشكر القائمين عليها، أخص بالشكر أخينا الكريم أبو عبد الكريم، وهو حقيقة حبيب الملايين من شبابنا، ونسمع عنه الثناء العاطر في المجالس في حال غيبته، ولكن ندعو له ونبارك له هذا القبول. ونشكر الحقيقة الآباء الفضلاء الذين حضروا أيضا هذا اللقاء، ودورهم ولعل يدور إن شاء الله حديث هو دور كبير مع وجودهم مع شبابهم، وكما يقال في العامية اللي ما له أول ما له تالي. ووجود الآباء بلا شك أنه يعزز هذه القيمة التي أجزم أنها أحد أهداف هذا البرنامج الكريم المبارك. أشكر أخي طبعا فضيلة الشيخ غرم البيشي وأبو سعود جزاه الله خير على دعوته وعلى إلحاحه، وأنا لا أريد أن أرد وأبادل الثناء بالثناء، لكني أدخر له دعوات ولإخوانه الصادقين أمثاله في ظهر الغيب بأن يعينه رب العالمين وأن يسدده. وأنا أقول له عبر قناة بداية وعبر من يشاهدنا من محبيه، أقول إن المسؤولية عليك اليوم عظيمة، لأن عشرات بل مئات بل أكثر من ذلك من شبابنا في هذه البلاد وفي غيرها يرونك قدوة، وأنت محل هذا النظر إن شاء الله تعالى. فعليك وعلى إخوانك البذل الكثير في توجيه شبابنا. أحييكم أيها الشباب، وأشكركم أيضا على جلوسكم وعلى حضوركم، وأشكر من حضر معي، وأسأل الله جلت قدرته أن يعيننا على طاعته وأن يستعملنا جميعا في مرضاته، اللهم آمين. أنت إذا تحدثت عن محمد بن عبد الله تتحدث عن أعظم شخصية عرفها التاريخ. يعني يكفي أننا نتحدث عن رجل عظمه ربه. لما عرج بالنبي إلى السماء كان جبريل سفيرا معه، يعني مرافق معه في كل خطوة. جبريل نزل عليه من السماء إلى مكة، ثم أخذه في ليلة المعراج أو ليلة الإسراء، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكان معه جبريل. ثم من تلك المرحلة وقفوا في المسجد الأقصى، فصلى النبي كما تعرفون بالأنبياء، كل الأنبياء. ثم لما صلى بآدم وبنوح وبموسى وبعيسى وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء والرسل، وصلى أيضا بجبريل كان معهم، ثم عرج به إلى السماء. الكلام الذي أريد أن أقوله: كل سماء يصلها النبي مع جبريل يطرق الباب جبريل: من أنت؟ جبريل. من معك؟ محمد. فيؤذن له بالدخول. لما بلغ النبي وجبريل إلى سدرة المنتهى، هذه السدرة وقف جبريل وقال لمحمد: الآن أنت تقدم. قال الرسول: أنت معي، يعني من مكة أنت معي ترافقني إلى المسجد الأقصى، ثم إلى السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، حتى السماء السابعة. ولما وصلنا عند هالسدرة وقفت، قال: هذه السدرة لا أستطيع أن أتجاوزها. لم يدخل هذا المكان أحد ولم يؤذن لأحد أن يدخله إلا أنت يا محمد يا ابن عبد الله. ولذلك الله جل وعلا قال: عند سدرة ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. يعني شاف جبريل مرتين على هيئته الحقيقية. رآه يوم نزل عليه وهو في الغار يتعبد على هيئته، لما قال: ارفع رأسك يا محمد، فرفع النبي رأسه فإذا بجبريل له 600 جناح على كرسي بين السماء والأرض. يقول هنا شفته بطبيعته. قال: فرأيته في ذلك المشهد وذلك الموقف عند سدرة المنتهى. ودخل النبي إلى ذلك الموضع ولم يستطع جبريل أن يتقدم. يقول النبي: التفت في ذلك المشهد فنظرت فإذا بجبريل 600 جناح ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. طرف جناح قلب به قرية لوط كما تعرفون. والنبي يقول: لو وضع أو لو فرد جناح واحد من أجنحته لغطى ما بين السماء والأرض. قال النبي: رأيت جبريل في هذا الموضع كالثوب الحلس، يعني الثوب البالي اللي مليان ماء ومنطول في الأرض من شدة خشوعه لله جل في علاه. فنحن نتحدث عن قامة، عن شخصية عظيمة. سنتحدث في فصول عن سيرة الرسول، المدة 3 أشهر.
سنلتقي وإياكم إن شاء الله تعالى قرابة 12 أسبوع، كل اثنين بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. أقسم بالله العظيم أنني قرأت السيرة مرارا وتكرارا، وأعلم علم يقين أن الحديث عن النبي لا تأخذه سنوات، لأن لو تحدثنا عن كل جوانب الحياة، حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، عن الهدي، عن السنة، عن السيرة، عن العلاقة الزوجية، عن العلاقة الأبوية، عن القيادة، عن الجهاد، عن الفتوحات، ستتحدث عن سيرة مليئة. ولذلك أنا سأحاول أختصر لكم السيرة في 12 لقاء، لكن من الآن أقول شرطين. الشرط الأول سأتحدث ببساطة، ما راح أتكلف. الشرط الثاني سأتحدث عن أمور عملية. حنا هدفنا اليوم الأشياء النظرية موجودة ومبسوطة في الكتب وفي مراجع السيرة. حنا أمامنا شباب الآن ويتابعنا خلف هذه الشاشات ملايين الشباب. نريد شباب يقتدي. اليوم غابت القدوات، اليوم يصدر لنا أشخاص بعيدين عن كل البعد عن القدوة الحقيقية. إذا لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة، من يكون إذن القدوة؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي صنع الحضارة، هو الذي صنع التاريخ، هو الذي صنع لنا كل شيء في الحياة، بمعنى أن التاريخ قبل محمد شيء والتاريخ بعد محمد شيء آخر. وأنا أطلب منكم وأرجو من إخواني المشاهدين أن نستشعر وجود النبي صلى الله عليه وسلم. حنا في السعودية على سبيل المثال ترانا قريبين من مدينته، يعني واحد منا لو أراد اليوم يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ركب السيارة أو في الطائرة ساعة أو ساعة وشوي، فإذا به في طيبة الطيبة، وسلم على النبي عند قبره، ووقف على آثار المدينة. والذي يقف الآن في المدينة النبوية قد يكون موضع قدمك اللي تقف فيه كان موضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وكل مشهد في المدينة خصوصا يعبر لنا ويحكي لنا قصة من التاريخ، قصة من السيرة. قد يكون تضحية، قد يكون بذلا، قد يكون خطبة خطبها، قد تكون قتالا وجهادا، قد يكون مفاوضات مع غير المسلمين، قد يكون نزول الوحي جبريل عليه السلام على النبي في ذلك المكان. فأريد أن نستشعر بالإحساس العميق وأن نقترب حتى نتفاعل، يعني نريد أن نستشعر شخصية محمد بيننا. حنا صلاتنا قبل شوي صلاة المغرب هي تطبيقا لسنته. يقول لي تو الشيخ غرم وش رايك نجمع بما ان المطر نازل؟ هذا ايضا تطبيقا لسنته. اتحدى انسان يستطيع ان يعيش مسلما او حتى غير مسلم اذا اراد الحقيقة والانصاف الا ان يستشعر هذا النبي عليه الصلاة والسلام في كل احواله. نحن امام سيرة في نظري انا اشعر انني صغير ولا استطيع حقيقة ان اتكلم امام قامة عن محمد بن عبد الله. لو قال الواحد منكم تعال اكتب لنا عن عائلتك، عن قبيلتك، عن الرموز في اجدادك، تجدك تقف حائرا امام دهات، امام عمالقة في التاريخ لا تستطيع ان تكتب القلم عن شيء مما تعرف عن جدك وعن ابوك وعن قبيلتك وعن من تحب. ومن باب اولى اذا اردنا ان نتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله انا اعتبر هذا اللقاء وسامح الله اخي الشيخ غرم انه مسؤولية عظيمة في الحديث عن محمد في حلقات مختصرة لن نستطيع ان نوفي النبي صلى الله عليه وسلم قدره. انا اتحدث الان وكلي مليء حب، بل والله يشهد علي ربي انني مليء شوق لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكل احساس برسولنا كيانا وجسدا وروحا وسنة وهديا وشمائلا عليه الصلاة والسلام. وما اعظم اثر النبي على الامة اليوم، كل جانب من جوانب حياتنا ترى اثر النبي عظيم. دروس نريدها من هذا اللقاء، من عرض السيرة مع الرسول مع النبي. انا اريد دروس عملية كبيرة ايمانية، اريد دروس في الامل وعدم اليأس. عندنا مشاكل، حنا عندنا امة اليوم تحارب وتقتل وتباد بالملايين حتى اصبنا بالاحباط. عندنا مشاكل في بيوتنا، عندنا مشاكل في وظائفنا، عندنا مشاكل في علاقاتنا الاجتماعية، عندنا مشاكل مع الاقارب والارحام. هذا كله قد يصيب الانسان بالاحباط. انا اريد ان ندفع بالامة الى الامل، الى التفاؤل عن طريق سيرة محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. سيرة النبي مليئة، اذا اظلمت الدنيا كلها فاليكم بنور السيرة والنبوة لانها نور الارض. النبي لما دخل المدينة يقول انس والله كأني برسول الله
يوم دخل المدينة قادما من مكة في الهجرة كيف أشعت نورا وضياء بدخوله. ويقول أنس ويقول الصحابة والله يوم مات النبي أصبحت المدينة ظلمة لأن النبي قد افتقدته الأمة. نعم، الأمة لما تفقد هذا السراج المنير وهذا النبي الكريم تصبح الأرض مظلمة. نأخذ دروس في الأخلاق العظيمة، أخلاق كريمة. أنت تتحدث عن إيش؟ وأنا أبحث الحقيقة في السيرة قبل يومين كنت أفكر أتكلم عن ماذا، قلت أخصص حديث عن الأخلاق تحديدا. قلت السيرة بحد ذاتها هي تمشي أخلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام كل حركة، كل نفس، كل قيام له، كل جلوس، بل حتى نومه، بل حتى خلاءه، دخوله للخلاء عليه الصلاة والسلام فيها تربية واخلاق وقيمة لأمته صلى الله عليه وسلم. دروس في الحق، دروس في الصبر على الحق. ترى الحق غالي. اليوم بعضنا يقوم لصلاة الفجر في البرد، في شدة البرد وربما مع نزول الأمطار قد يتثاقل الخروج للمسجد، لكن فيها دروس على الصبر على الحق. اليوم تفتن في دينك، تأتيك فتن دنيا، فتن في الشبهات في عقيدتك، فتن نساء، فتن مال، فتن أموال، فتن أبناء، لكن الثبات على الحق تجدها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد الدروس في البذل، في الوفاء، وأصبح الوفاء عملة نادرة اليوم للأسف الشديد. في العطاء تجد الدروس في التخطيط، في الإدارة، في السياسة، في التعامل مع الأسرة، في التعامل مع الزوجة، في التعامل مع الأبناء، في الحكم والإمارة، في الوزارة. تجد كيف تخطط للنهضة. عندنا اليوم دورات تدريبية قومة وقعدة، كيف تكون ناجحا، كيف تكون متميزا، كيف تكون إداري ناجح. أقسم بالله لو نثرنا السيرة نثرا حقيقيا واستنبطنا منها الدروس لوجدنا أننا سنجد نهضة متكاملة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال أسألكم إياه، هل شفتم شخصية أنجح من شخصية محمد عليه الصلاة والسلام في الأرض؟ أتحدى أن تجد على مستوى الشخصيات العالمية كلها الرسول ترى مقطوع من الأعلى ومقطوع من الأسفل ومقطوع من النصف. مقطوع من الأعلى كيف من يعطيني مقطوع من الأعلى؟ ليس له أب ولا أم. ومقطوع من الأسفل ما له أبناء ذكور. ومقطوع من النصف ما له إخوان، لم يكن له إخوان. ومع ذلك مع هذا اليتم عليه الصلاة والسلام إلا أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه بعث في أمة وبعث في هذه الأمة كل مقومات النهضة. 23 سنة كانت هذه الأمة تراها أمة ترعى الغنم بس وتطوف على صنم مجانين، ما عندنا قيمة. كنا قبل محمد بن عبد الله نطوف على حجر ونسجد تحت شجر ونتعبد للبشر، وجاء محمد وغير الموضوع. أصبحت القسوة رحمة، وأصبح الظلم عدل، وأصبحت الفوضى إلى انتظام. أصبحت الأمة اللي ترعى الغنم هي الأمة اللي تقود الأمم اليوم. أصبحنا والله العظيم ان الأمة هذه في 25 سنة استطاع محمد يجعلها رقم 1، واستمرت الأولى 1000 سنة. اليوم أول دولة إسلامية رقمها في الأمم المتحدة مع الدول في مصافة 140 مع العلم ان مقومات النهضة والنجاح موجودة في الأمم، في كل الأمم. أمتنا بمحمد عليه الصلاة والسلام تغيرت. أمة كانت الزعماء فيها من كل مكان، قبائل متناحرة، كل قبيلة لها حاكم ولها أمير ولها رئيس. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الأمة على كلمة واحدة، وجمع هؤلاء المتفرقين على بل حتى الأعداء حتى الكفار شهدوا بأن النبي أعظم قائد وأعظم زعيم عرفه تاريخ البشرية كلها. الرسول نجح في حياته وهو الناجح الأول بالوحي، بالإيمان بالله جل وعلا، بالتخطيط، بالتضحية، بالبذل. أنجح تجربة في تاريخ الأمة. وبصراحة أنا قلتها، التاريخ قبل محمد شيء والتاريخ بعد الرسول شيء. بعض الحكام اليوم وبعض الوزراء وبعض مديري المدارس وبعض الآباء ما يقدر يسوس بيته، ويمكن يموت وتنتهي تاريخه منذ أن يموت، لأن لم يعزز في الأمة قيما كما عززها النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. هذه الحقبة أتحدى واحد يدرس التاريخ حتى من غير المسلمين، يريد دراسة تاريخ الأرض البشرية
ولا يمر على تاريخ الحقبة اللي هي فيها تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. والذي لا يدرس تاريخ الرسالة وتاريخ بعثة الرسول لا يمكن ان يعرف حقيقة التاريخ الحقيقي ويعلمه للعالم. الامة تغيرت، الدول العربية، الامة العربية، العالم العربي، مصر، المغرب العربي، الشام، العراق، تغيرت 180 درجة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الأندلس كيف كانت قبل الإسلام وكيف أصبحت بعد الإسلام، وحينما فتحها الصحابة رضي الله عنهم أذربيجان، الجمهوريات السوفيتية كلها كيف كانت قبل الإسلام وبعد ما جاء الإسلام ودخل الإسلام وأصبح الإسلام هو الديانة الأولى. قوى عظمى سقطت، الفرس، الروم، كلها بسبب هذا الإسلام. أوروبا تعلمت العلم، بل نهضت أوروبا باعترافهم هم اليوم، أوروبا العصرية الحديثة اليوم، بسبب الإسلام ودخول المسلمين فيها. ولذلك كل الدنيا اكتشاف رأس الرجاء، اكتشاف أمريكا بسبب الإسلام وبسبب محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. الحقوق اليوم، الحقوق البشرية، حق المرأة، حق الطفل، حق الآباء، اليوم في أحد يعرف حقوق المرأة غير الإسلام؟ كانت المرأة قبل الإسلام تقتل، يتعيرون. العرب كانوا يقول إذا جتها امرأة كان يجد العار، لكن الإسلام جاء وهذب هذا الموضوع وبين أن المرأة لها حقها، لها احترامها، لها قيمتها، فوضع الإسلام حق المرأة. حقوق الكبير، اليوم في الغرب الرجل الكبير والمرأة المسنة ليس لهم مكان إلا دور العجزة. عندنا في الإسلام تجد الأبناء يقترعون، يحط قرعة من يعيش أبوه عنده أمه، يجد الشرف يقبل راس أبوه وأمه ويحب يدها ويقول تكفى تعالي عندي في البيت، أبغى وجودك عندي لأن وجودك معي في بيتي هو النور والراحة. حقوق البشرية كلها، حق ولاة الأمر، حق الشباب، حق الكبار، حق الكبار في السن. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. حنا نشوف الشايب في الشارع ما نعرفه وننصاه ونحب راسه ويمكن نمسك يده حتى ندخله المسجد او نقف امامه احتراما واجلالا. كل ذلك جاءت به سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول اثر في الارض كلها. كم مسلم يصلي المغرب اليوم؟ كم صوت اذان ارتفع في العالم كله؟ هذا اثر محمد. كم عدد الذين يحجون بيت الله الحرام كل سنة؟ بالملايين، 3 مليون اقل عدد يحضر الى تلك البقعة المباركة لتأثير محمد في العالم كله. النبي كم يفطر اليوم في عدد من الصائمين يوم الاثنين في رمضان؟ ملايين البشر يجلسون على سفرة ينتظرون فقط يؤذن المغرب ويفطرون. حنا بعضنا ما نقدر نجمع عيالنا نقعد على سفرة واحدة. اتحدى في الغالب بيت يقعد مع عياله الفطور والغداء والعشاء ما نقدر احيانا. والرسول يستطيع ان يجمع الامة المحمدية في وقت واحد كلهم يقولون بسم الله اللهم إن هذا منك ولك على رزقك أفطرنا. هذا النبي الذي أثر على الكرة الأرضية بل على الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام آثاره ولا تزال عظيمة ومنتشرة. جيبوا لي شخص، الاسكندر الأكبر، نابليون، فولتير، شكسبير وغيرها من الأسماء، هذول عظماء موجودين في الأرض كانوا، لكن وش كان أثرهم؟ ما في أثر. وإن كان هناك أثر فهو محدود في فن معين أو لون معين وفترة محدودة وينتهي أثر أولئك. أنت تعرف من نتكلم عنه يا جماعة، يا شباب، يا من يشاهدنا، يا أمة محمد؟ حنا نتكلم عن رسولنا، عن حبيبنا، عن قدوتنا، عن إمامنا، عن المعصوم، عن الذي زكاه الله من فوق 7 سماوات في خلقه وقال وإنك لعلى خلق عظيم، عن الذي زكاه الله في بصره وقال ما زاغ البصر وما طغى، عن الذي زكاه في صدقه وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عن الذي زكاه في علمه علمه شديد القوى، عن الذي زكاه الله كله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، رفع الله له ذكره. كل يوم 5 مرات أشهد أن محمدا رسول الله نسمعها في الأذان. هذا الاسم الذي يتردد، يستحي الواحد منا إذا سمع اسم محمد. تحترم كل من سمي على رسول الله لأنه المحمود في الصفات، المحمود عليه الصلاة والسلام في أفعاله، في أخلاقه، في روحه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. كل شيء موجود. السلام، أول من دعا للسلام وإمام السلام هو محمد. العدل، هو أول من حارب الظلم ونادى بالعدل. الموازنة بين الحق والعدل، الموازنة بين المادة والروح. ترى أوروبا فيها نهضة،
امريكا عندها نهضة، لكن عندها نهضة في المادة لكن ما فيه روح. الرسول استطاع ان يمزج، ان يدمج بين الروح والمادة، بين الايمان وحقيقة الحياة، حتى يستطيع الانسان ان يحقق ما اراد الله. يا الله والله العظيم انها سيرة عظيمة. انا اتكلم عن نفسي انني ساعجز ان اوصل معشار ما نريد ان ايصاله الى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. انجح تجربة في التاريخ قبل وبعد. الامم الفرعونية وش سوت؟ ما لها قيمة، ذهب اثرها، ما بقي من اثار الفراعنة الا الاهرام في مصر. الرومانية ماذا قدمت للامة؟ اليوم الاوروبية الحديثة ماذا قدمت؟ لا يمكن ان تجد جوانب الحياة كلها شاملة الا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول نحتاجه في الدنيا ونحتاجه في الاخرة. ترى اول ما تبعث القبور وتقوم على ارض المحشر، مما يبشرنا في ذلك الموضع انك اول ما ترى محمد بن عبد الله. ترى هذه فيها اشارة ان النبي يقول لنا دعوتكم ودللتكم واخذت بايديكم في الدنيا، وترى يوم القيامة سانتظركم في المحشر حتى اخذ بايديكم خشية العذاب الذي سيأتيكم. ويأتي الناس على يسقون من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقفون عند النبي عليه الصلاة والسلام يريدون ان يشربون من يده شربة. ويأتي يوم القيامة الذي امتلأ عرق والذي اتعبه الحر، فاذا بالرسول يتقدم اليه فيسقيه شربة بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم. ويرى رجل، والحديث صحيح، يرى النبي واحدا من امته يدور يوم القيامة مثل التايه، فيتقدم النبي اليه ثم يأخذ بيده يقول له تعال، فيفرح هذا الانسان، فتأتي الملائكة فتخطفه من يد النبي، فيقول النبي اتركوه دعوه فإنه من أمتي. قالت الملائكة يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، لا تدري ماذا أحدث بعدك. ثم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو ربه تحت العرش، يا رب كل الأنبياء وش يقولون ذاك اليوم؟ وش يقولون؟ اللهم سلم سلم نفسي نفسي، إلا محمد يقول كلمة تختلف، أمتي 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 يا رب العالمين. الرسول ينادي أمته في موطن الأنبياء، يقول نفسي نفسي اللهم سلم سلم. هل له حق علينا إذا كان حتى في هذا الموطن خايف عليك، خايف عليك أنت أيتها المرأة أيتها الفتاة، خايف عليكم يا شباب. النبي خايف على هذه الأمة المباركة حتى بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى في ذلك الموطن العظيم الكبير. هذا الرسول هو القدوة، قدوتك في كل شيء. إذا كنت فقيرا فقد مر به الفقر وربط بطنه من شدة الجوع. إذا كنت غنيا فقد أعطي وادي من الغنم، لكن على الأغنياء أن يفعلوا ما فعل. وقف الرسول عند هذا الوادي فقال يا قوم فرقوا هذا الأغنام وهذه الأغنام على كل الفقراء، تصدق بها عليه الصلاة والسلام. كان حاكما ومحكوم في وقت قريش، كان زوجا وكان أب وكان والدا وكان معلما وكان متعلما. متعلم يتعلم من جبريل يوم ينزل عليه الوحي، قاضيا ويحكم بين الناس، بل حكم عند قريش يوم يختلفون على كسوة الكعبة، حتى قال كل واحد من القبائل او كل قبيلة تمسك بطرف وترفع جزءا من الثوب حلها، حتى القضاة يأخذون منه. الحكام عليهم بأن ينظروا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سيجدون كل بغيتهم تعامل مع العرب، مع العجم، مع اليهود، مع النصارى، مع البدو، مع الحضر، في السلم، في الحرب، في الغنى، في الفقر، في المرض، في الشدة، في الليل، في النهار، في السفر، في الحضر، في كل وقت. إذن هذه الشخصية شخصية جمعت كل الصفات، ولا يمكن أن ترى شخصية مثل النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مطلقا، في كل الأحوال تجده، في كل الأوضاع تجده. تعال إلى مشاهير العالم. نابليون ايش تميز به؟ تميز بإيش؟ تميز بقضية العظمة. تعال إلى شكسبير، تميز في ميدان الكتابة. نابليون تميز في القوة العسكرية. غاندي تميز في السياسة. حينما تأتي إلى شخصية تجد فيه تميز في لون واحد. بل حتى الأنبياء غير النبي عليهم الصلاة والسلام جميعا، حنا من عقيدتنا
أن نؤمن بكل الرسل الأنبياء ولا لا؟ آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لكن حتى الأنبياء فضل الله بعضهم ايش على بعض. يعني مثلا لما تيجي تتكلم عن عيسى عليه السلام نبي، لكن هل نستطيع نقتدي بعيسى مثلا كأب؟ عيسى ما له ابناء، كزوج لم يتزوج، كحاكم لم يحكم الأرض، لكن تقتدي به كنبي ممن اصطفاهم الله، دعا إلى التوحيد وصبر على إيذاء قومه وبلغ هذه الرسالة. تأتي إلى سليمان أعطاه الله الحكم والمال، غني وحاكم، غني شاكر وحاكم عادل. تستطيع انك تقول ابى اقتدي بسليمان كفقير ما مر عليه الفقر، او كمحكوم لم يكن محكوما. لكن محمد تأتي الى كل جوانب حياته ستجد ان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الاخلاق الكبيرة. ابى اسألكم سؤال، خذوا ورقة وقلم، ولو بغيت تكتب فقط الاخطاء اللي وقعت فيها من يوم اصبحت اليوم الى صلاة المغرب. كم مرة اغتبت؟ كم مرة نظرت نظرة قد لا تكون جيدة او غير مرضي عنها لله؟ كم غمزت؟ كم رسالة ارسلت؟ كم موقع؟ انا اتكلم للجميع. ستجد ان الانسان، انا اتحدث عن نفسي وامثالي، يمكن يسجل لستة طويلة من الاخطاء التي وقع فيها. النبي عليه الصلاة والسلام ما غضب رسول الله الا للحق، لكن لم يغضب على احد قط الا لله. ما كذب قط، ما غدر قط، ما خان قط، ما في خيانة، ما يذكر الرسول خان حتى قبل البعثة. ما كذب، ما سجد لغير الله قط، ما عبد غير الله قط، ما غدر عليه الصلاة والسلام. جاء عبد الله بن ابي السرح، رجل كان من المنافقين يبغى يدخل في الاسلام، لكنه بيت في نيته الغدر، ودخل على النبي فقبله الرسول وقبل منه. ويوم طلع من عند النبي قال الرسول للصحابة لما ادخلتموه علي؟ ليش دخلتوه علي؟ قالوا ما بلغتنا يا رسول الله، لو انك يوم رأيته او مأت لنا يعني غمزت لنا كان فهمنا منك يا رسول الله واخرجناه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي من انبياء الله ان تكون له خائنة عين. لا يمكن اقعد اغمز لكم طلعوا فلان ولا فلان ما يصلح لي، لا، انا لا يمكن ان افعل ذلك. حتى الغمزة التي فيها مصلحة للإسلام ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ليست أخلاق الأنبياء. الرسول خلقه الأمانة والصدق قبل البعثة. وش كانت تقول عنه قريش؟ الصادق الأمين. ولما بعث النبي كان خلقه ايش؟ القرآن. إذا ما ظنك برجل قبل البعثة صادق وأمين، وبعد البعثة كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. عظيم في سياسته. يوم الخندق الصحابة خايفين وزلزلوا زلزالا ايش؟ شديدا. وقف النبي يناظر الموضوع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نغزوهم اليوم ولا يغزوننا. هذه نظرة نبي صلى الله عليه وسلم تجد في الروحانيات عظيم، في الإيمانيات يركع، اسمعوا شو يقول في الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، بعد سبحان ربي العظيم. ثم شو يقول؟ اللهم خشع لك قلبي، خشع لك سمعي، خشع لك بصري، خشع لك مخي، خشع لك عظمي، خشع لك عصبي، خشع لك دمي. خشوع غريب، وهو الذي سيدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول عظيم وهو يتحدث في العفو، كان يطبق العفو. يقف في يوم فتح مكة فإذا بأولئك الكفار الذين آذوه كلهم أسرى بين يديه: ما أنت صانع بنا يا محمد؟ هم يقولون وش بتسوي؟ بتقطعنا، بتأمر بصلبنا، ستضربنا، بتجعل العبيد تلعب علينا، أنت الآن فقط ستتفنن في تعذيبنا. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفو عام، أنا ما أبغى منكم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وهو يعرف قدر هذه الدنيا. مالي والدنيا إلا مالي وللدنيا إلا كرجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح فتركها، لأنه يعرف عظيم صلى الله عليه وسلم في شجاعته. حتى معكم يا شباب مواقف كثيرة. وقف مع النبي وجد شباب يمشون في السكك، ناداهم قال تعالوا، يلعبون بالحصى، فقال خذوا هذا النبل، يعلمهم كيف يرمون النبال، فارموا فإن أباكم كان راميا.
قالوا كيف نرمي؟ فحطهم فرقتين مثل ما يسوي ابو سعود وربعه، حط مجموعتين، الحديث صحيح. فقال هؤلاء انتم ارموا هؤلاء ثم يرمونكم، يعلمهم الرماية. فوقفوا يرمون بعض، ثم اتى النبي قال انا ساكون مع هالمجموعة، يشجعهم ويقف معهم، فقال ارموا انتم، فما رموا المجموعة الثانية. قالوا يا رسول ليش ما ترمون؟ قالوا كيف نرمي وانت معهم؟ ما نقدر نرمي عليك يا رسول الله. فوقف النبي بينهم وجمعهم، قال انا معكم كلكم، ارموا فان اباكم رماة او اباءكم رماة. عمرو بن أمية شاعر شباب، تقول للرسول امه تقول للرسول يا رسول الله ان ولدي عمرو يحب الشعر، شعر الجاهلية، من يوم يصبح ليمسي ويقلدهم ويتغنى باشعارهم. الرسول سمع منها وقال اتركيه فاني سوف اخبره بما عندي. ومر النبي في السكك وشاف عمرو بن أمية في السكة واقف مجمع له شباب بزلان ويلقي عليهم قصائد من قصائد الجاهلية. فقال الرسول تعال يا عمرو انت الشاعر. شوفوا كيف المعاملة. وهذه نصيحة للآباء، اذا بغيت تنصح ولدك خاوة اقترب منه، لابد يكون في احتواء. قال انت الشاعر؟ قال نعم. قال تعال اركب معي. مر انت بسيارتك وتركب معك واحد. شوفوا قضية الاحتواء. فركب مع النبي على بغلته، ثم قال النبي لعمر يا عمر سمعت انك شاعر الشباب، يعني انت شاعر، اسمعني ماذا تحفظ. فجلس يخبر النبي. يقول عمر فتغنيت بين يديه ب100 بيت. يعني كم الوقت اللي قضاه الرسول يسمع 100 بيت؟ ثلث ساعة اكثر اقل. القائد الاعلى محمد بن عبد الله يستمع الى هذا الشاب. ثم جلس وقال له الرسول ما اجمل ما تنقل يا عمر، اسمع مني اجمل ما سمعت. الان الرسول بدأ يوجهه، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام اسمع مني من اجمل ما سمعت. قيل ان البيت قاله عمر يعني نقل حفظا، وقيل ان النبي قاله مما يحفظه صلى الله عليه وسلم الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. فاعجب عمرو بهذا البيت، فقال النبي يا عمرو قل الشعر واحفظ ما تريد لكن انتقي فيما تقول وتحفظ. هذه الرسالة. الرسول يعامل هذا الشاب بهذا الخلق، ينزل الى هذا الشاب معه حتى يقول له تعال انا بسمع منك وانمي هذه الموهبة عندك وانا معك فيما تريد، لكن نحن في ديننا ننتقي، الزين نفعله والباطل والخطأ نصد عنه ونتركه حتى نستطيع. تعرفون حديث ابي امامة الطويل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشاب الذي يريد الزنا اكرمكم الله، قال يا رسول الله اريد ان ازني. الحين لو يدخل واحد لا نعرفه او نعرفه وقال والله يا شيخ بدر ابغى ازني، يمكن يقوم ابو عبد الكريم يضربه بالكرسي هذا. لكن النبي هنا تعامل معه، قال له تعال اقترب. الرواية ان كلما اقترب، الحديث عند احمد في المسند، قال يا محمد اريد الزنا. قال طيب تعال 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 انت يصير خير. وهو يقترب 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 حتى وقف عند النبي. المتوقع ان يعطيه كف ولا لا، ولا يأمر الصحابة يضربونه او يربطوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اترضى الزنا لامك؟ لانه اراد الرسول يحرك فيه الغيرة. عندنا احنا غيرة موجودة. ترضى الزنا لامك؟ قال لا. قال ترضى لزوجتك؟ لا. اختك؟ لا. ما يرضى لمحارمه. فقال النبي وكذلك الناس لا يقبلون الزنا لمحارمهم ايا كانوا. ثم وضع النبي يده على صدره وقال اللهم اشرح صدره واحصن فرجه كما جاء بعض الالفاظ. قال النبي فما قام ذلك الرجل او الشاب الا وهو يقول والله لقد دخلت على محمد واحب شيء لي على وجه الارض الزنا وخرجت من عندي واكره شيء لي على وجه ارض الزنا اشهد ان لا اله الا الله وانه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 23 سنة. يقول احد المفكرين الانجليز بحثت في سيرة نبيهم فلم اجد عيبا واحدا، بل لم يجد عيبا حتى قبل بعثته. 63 سنة عمر النبي عليه الصلاة والسلام، 40 قبل البعثة و23 بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام. اتحدى ان نأتي بعيب واحد في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. هل حبيتوه؟ هل اشتقتوا له؟ المصري يقول هل انت على انا وحشتني وحشتنك وحشتك وحشتني. نريد ان نشتاق للرسول هذا الشوق. انا اريد من هذا اللقاء الاول يكون عندنا الشوق. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز
على من؟ على الله. ترى عزيز عليه ما عنتم، تراه عزيز على الله حتى لو عاندتم، حتى لو ما قبلتم الحق، عزيز على الله. حريص عليكم، حريص، حط تحت حريص 100 خط. حريص عليكم، حريص عليك ان تطبق سنته، حريص على الفتاة ان ترتدي عباءتها وحجابها، حريص على الآباء ان يجدون ابناء يبروا بهم، حريص على تجارنا في معاملاتهم في البيع والشراء، حريص على الأمة، حريص على أطفالها الذين يقتلون، حريص على شبابها، حريص على تعليمها، حريص على منهجها، حريص على ساستها، حريص عليكم ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هل نشتاق لرسولنا؟ يا ترى لو كنا مع النبي الآن هل سنضحي لرسولنا عليه الصلاة والسلام؟ هل سنضحي له؟ نعم، قل نعم مثل ما قال الأخ، نعم سنضحي له وسنبذل أرواحنا للنبي عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول جابر وجه النبي أبغاكم تتخيلونه أبيض مشرب بحمرة. يقول جابر كنت ذات مرة أمشي في ليلة مقمرة، ليلة بدر، والقمر في السماء، يقول فإذا برسول الله في وجهي، يقول فأنظر فإذا بالنبي أمامي، وارفع راسي فوق والقمر في السماء، والله إني أرفع راسي تارة وأنزر عيني تارة، ووالله إن وجه رسول الله عندي أعظم من القمر في السماء المكتمل من جماله. يقول أنس كان النبي إذا تبسم كأنه فلقة قمر، كأنه قطعة قمر، كأن وجهه مذهبة صلى الله عليه وسلم. أنت تريد رجلا جمع الله له بين نورين، نور الوجه ونور الإيمان والرسالة والطاعة عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن سلام يهودي، يقول يوم ما سمعت بأن رسولا بعث قلت سأذهب لمحمد بسأل مجموعة أسئلة، يعني يبغى يحرج النبي. يقول فدخلت عليه فرأيت وجهه كالمذهبة من نور، فوقف، تخيل عدو لك، يقول فوقف عبد الله بن سلام يقول هذا نبيكم، هذا نبيكم، هذا نبيكم، لأن الوجه الذي رأيناه وجه الذي فيه النور هو رسول بحق صلى الله عليه وآله وسلم. اشتاقوا له. تمنى أنت اللحظة هذه أنك تضمه ويضمك، وأنك تحضنه، وأنك تشم رائحته، وأنك تجلس معه، وأنك تمس يده. يقول أنس والله ما مسست يدا ألين ولا أرق ولا أنعم من يد محمد صلى الله عليه وسلم، كأنك ماسك لك حرير عليه الصلاة والسلام. يقول عمر بن الخطاب، عمر القوي، عمر ذو بأس قوي شديد عمر، يقول مر النبي علي في سكة من سكك المدينة فرآني فقال تعال يا عمر، يقول فأقبلت عليه قال فوالله ما إن أخذ حتى أمسك يدي بيده، يعني شبك أصابعي بأصابعه. عمر بن الخطاب هذا لان، يقول التفت عليه من غير شعور، قال يا رسول الله والله إنك عندي لا أحب الناس، حركتك هذه جعلت محبتك عندي تخالط جسدي. فقال النبي له أكثر من مالك يا عمر؟ تحبني أكثر من مالك؟ قال والله أكثر من مالي. قال أكثر من عيالك؟ قال أكثر من أبنائي. قال أكثر من أهلك؟ قال أكثر من أهلي. قال فنزع يده مني وقال وأكثر من نفسك؟ يقول قلت لا أنا ما أحبك أكثر من نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. يقول عمر فجلست ثم قمت ومشيت شوي وجلست أتفكر يناظر السماء، فرجعت وعيناي تذرفان. راوي الحديث عبد الله بن عمر، يقول عبد الله فرأيت أبي أقبل فقلت والله حتى من نفسي يا رسول الله. قال الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل إيمانك يا عمر. لا يكتمل إيمان عبد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. قال عبد الله فقمت فسألت أبي، قلت يا أبتي خرجت من عند رسوله وأنت تقول لا أنا نفسي أكثر منك، ورجعت أن تقول لا بل أنت أكثر من نفسي يا رسول الله، ما الذي غيرك؟ يقول عمر، اسمعوا الكلام الجميل، طبقوها يا شباب يا بنات يا أمة محمد. قال عمر فوقفت مع نفسي أنظر إلى السماء أفكر، قلت أحب إلي نفسي أو رسول الله؟ هل أحتاج إلى النبي أكثر ولا النفسي أكثر؟ يقول سويت مقارنة، قلت والله إني أحتاج إلى رسول الله أكثر من نفسي. يقول فعلمت أن سبب خروجي من الضلالة إلى النور هو رسول الله،
وأن الذي سيقف على باب الجنة ويدخلنا الجنة هو رسول الله، فعلمت أنه هو أحب إلي من نفسي. يا شباب، من الذي أنقذنا من الكفر؟ من الذي أخرج هذه الأمة كلها من الضلال والضياع؟ يا مرأة، يا بنتي، من الذي جعل لك هذه القيمة وهذه الحشمة؟ من الذي دلك على ما ينفعك؟ من الذي وطن الأمة على أن تحترمك؟ من الذي سترك وجعل الحجاب نورا وسترا في الدنيا لك؟ هو رسول الله. إذا يستحق هذا النبي، هذا الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام، أن نقف بين يديه وأن نحبه وأن نعمل من أجله. قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم، عدوا معي، عدوا الأصناف. قل إن كان إيش؟ آباؤكم، كملوا، وأبناؤكم، هذا كم؟ 2. وإخوانكم، كم؟ وأزواجكم، وعشيرتكم، وأموال اقترفتموها، وتجارة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها 8 أحب إليكم من الله ورسوله. هذه كلها حلال ولا حرام؟ إذا حبيت أبوك في خطأ، إذا بررت بأمك في خطأ، إذا أحببت زوجتك الحب الشرعي خطأ، إذا أحببت مالك الحب المنطقي خطأ، كلها حلال. لكن إن كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا يمكن أن تقدم ها8 محبوبات اللي هي من شهوات الدنيا، واللي هي قد يترتب عليها أجر إذا أحببناها، ما لم نحب الله ورسوله أكثر من محبتنا لهذه 8، بل لدنيانا كلها. إذا نحن نحتاج إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في دنيانا وفي أخرانا. الله ماذا قال لمحمد؟ ولسوف يعطيك ربك. من يفسر لي الآية؟ من يعطيني معناها؟ هيا يا شباب تفضل. يعطيك الله من أفضل الدنيا حتى ترضى يعني. جميل، هذا أحد المعاني. في معنى أبعد شوي. طيب وش اللي يرضي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يبغى الدنيا؟ الجنة. يريد الجنة، لكن يريد من ربه. قال الله جل وعلا هالآية: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال العلماء: يرضى محمد إذا دخل كل من وحد من أمته الجنة. تخيل كيف شوقه لك، يوقف يوم القيامة: يا رب هذا من عبادك وهذا قد وحدك، فيقول الله جل وعلا: يا ملائكتي اذهبوا فانظروا هل له من حسنات، ويدخلون يدورون له فلا يجدون عنده إلا لا إله إلا الله، فيأتون يقول: يا رب لم نجد عند هذا إلا لا إله إلا الله. قال: أدخلوه بلا إله إلا الله ولنرضين محمد بن عبد الله. يا الله، لازم نرضي محمد. رسولنا لن يرضى إلا إذا رأى كل من وحد من أمته دخل الجنة. ألا يستحق الحب؟ ألا يستحق اتباع السنة؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللي ما يقدر يصلي الفجر ويقول أنا أحب الله ورسوله هذا يكذب. التي لا تستطيع أن تضع الحجاب الشرعي حقيقة وهي تقول أحب الله ورسوله تكذب. الذي لا يقوم بحق أبويه الوالدين برا وإحسانا ويقول أحب الله ورسوله يكذب. الذي يأكل المال الحرام ويسرق أموال الربا ويقول أحب الله ورسوله كذاب. الذي لا يقيم صلاة الجماعة مع المسلمين في المسجد ويدعي محبة الله ورسوله كذاب. محبة النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنته، بالسير على هديه، بالسير على طريقته واقتفاء أثره صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. في حرمة امرأة، يا أمهات، يا أخواتي، يا بناتي، المرأة في الإسلام قدمت الشيء الكثير. لا تتصورين أنك لا تستطيع أن تقدمي شيئا. في غزوة أحد حرمة، طلع أبوها وزوجها وأخوها واثنين من أبنائها في المعركة، ولما أقبل الجيش الناس طالعين يشوفون من الحي من الميت من عيالهم. وغزوة أحد كما تعرفون أشيع بأن النبي قتل صلى الله عليه وسلم، فخرجت المرأة في مدخل المدينة تنتظر البشاير، فأقبل عليها الجيش قالوا لها: يا أم فلان أحسن الله عزاءك في أبوك في أبيك. قالت: دعني من أبي، ما هي أخبار رسول الله؟ وين الرسول؟ يقول لها أبوك مات في الغزوة الحين. قالت: دعني من أبي، أين رسول الله؟
قال هو بخير. قالت والله لا اثق ولا يرتاح بالي حتى اراه بأم عيني. ثم تمشي شوي تركض ويجيها رجل اخر، قال احسن الله عزاءك في زوجك. قالت دعك من زوجي، كيف رسول الله؟ الرسول كيفه؟ قالوا هو بخير. قالت والله لا يهنأ لي بال ولا تقر لي عين حتى اراه بعيني. ثم يقبل عليها قابل فيقول احسن الله عزاءك في اخوك، تقول دعني من اخي، ما هي اخبار رسول الله؟ حتى قال لقد مات ابنيك الاثنين، ابوها وزوجها واخيها وابنيها ماتوا في المعركة. قالت والله لا يهدأ لي بال. ولما رأت النبي في معركة احد الرسول رجع والدم ينزل من وجهه وستأتيكم قصته الآن، قالت يا رسول الله ها كل مصيبة بعدك تهون يا رسول الله، والله كل مصيبة هينة يا رسول الله، انا لا اريد الاب ولا اريد الزوج ولا اريد الخال ولا اريد العم ولا اريد الولد، لكن كل مصيبة بعدك يا رسول الله تهون. اسألكم بالله هل نحن عندنا هذا الحب لرسول الله؟ اذا فقدت حبيب صديق اب، اخاطب الامهات المكلومات، اخاطب الاباء الذين فقدوا احد ابنائهم، اخاطب الابناء الذين فقدوا ابويهم، اخاطب المساجين، اخاطب المرضى، اخاطب اهل المصائب، اخاطب الذين يجلسون الان في زوايا وحنايا لا يراهم ولا يعلمهم الا الله، يبكون من الهموم والمصائب. كل مصيبة بعد رسول الله تهون. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بان المرء غير مخلد، واذا ذكرت مصيبة تلهو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تقول كلهم ليس لهم قيمة ما دام رسول الله حيا وما دام النبي صلى الله عليه وسلم بخير. ابو دجانة في معركة بدر يقول رأيت قريش حملت على النبي، قريش عرفوا ان الرسول في ذاك المكان وحملوا عليه، يعني اجهشوا وذهبوا جهزوا الجيوش وذهبوا هناك يرمون ويضربون. يقول ابو دجانة فرأيت الرماح تروح للمكان اللي فيه الرسول، فركضت الى رسول الله ثم تترس بي، يعني ضميته واصبحت ترسله، فاصبحت الرماح تقع في ظهري. يقول الصحابة والله رأينا ابو دجانة بعد المعركة كأنه قنفذ من كثرة الرماح التي نشبت في ظهره، وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقدر؟ بعضنا تهان سنة النبي امامه ما يتكلم، بعضنا يهان الحق بين يديه ولا ينبث بكلمة. هذا النبي يدافع عنه ويصبح جسده كالقنفذ من كثرة الرماح والسيوف رضي الله عنه. ما المطلوب؟ طيب الرسول مات الآن، انا لا اطالبك الا ان تتبع محمد وتغار على سنة محمد. السنة غالية، الاسلام غالي. نعم الرسول يسأل الصحابة يقول لهم اي الناس اعجب ايمانا، جالس مع الصحابة يقول لهم وش رايكم اي الخلق اكثر ايمانا؟ فقام ابو بكر فقال الملائكة يا رسول الله هم اعجبنا واكثرنا ايمانا. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ ليش ما يؤمنون وهم عند الله؟ والله خلقهم لعبادته. فقال عمر اعجب الناس او الخلق ايمانا الانبياء، انت واخوانك الانبياء. قال وما لنا لا نؤمن والوحي ينزل علينا؟ لا. فقال احد الصحابة اذا اعجب الخلق ايمانا نحن اصحابك يا رسول الله. قال وما لكم لا تؤمنون وانا بين ظهرانيكم معكم؟ انما اعجب الناس ايمانا هم امتي الذين امنوا بي ولم يروني. انتم اعجب الناس ايمانا. احمدوا الله على هذه التزكية. تزكية من من؟ الرسول يتعجب من ايمانكم. حنا في هذا المكان الطيب وهذا المسجد الطاهر يتعجب ربنا من ايمانكم به، لانكم امنتم به ولم تروه. ما رأينا هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يشتاق لنا، يحبنا كما نشتاق له. يقول النبي اني لا اشتاق الى قوم لم يأتوا بعد، قال او اشتاق لاخواني. قالوا له اولسنا اخوانك؟ قال لا انتم اصحابي ولكن اخواني الذين امنوا بي ولم يروني. اللهم اجمعنا برسولك محمد عليه الصلاة والسلام. 4 اشياء
تجعلك تحب النبي حبا كبيرا. اولها اتباع سنته، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. طبق السنة، قم بما امرك به ربك وفعله نبيك وامرك به، وستشعر بلذة، لذة غريبة. اثنين، اكثروا من الصلاة عليه، لان الصلاة على نبينا تقربنا منه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم. اكثار الصلاة عليه، فالله يصلي عليه، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من اسباب محبتنا لنبينا زيارة مسجده ومدينته. اذا زرتم المدينة، واللي ما يستطيع يزورها من اخواننا خارج هذه البلاد اما لظروف سياسية او لغير ذلك، نقول تأملوا في سنته، حتى واذا رأيتم مدينته ومسجده عبر الشاشات والصور فتخيلوا وجود رسولكم بينها وفيها صلى الله عليه وآله وسلم. ايضا مما يقربنا كثرة دراسة سيرته. اشكر الحقيقة قناة بداية وزد رصيدك وغورم والشيخ ابو عبد الكريم وغيرهم. تدريس السيرة لنبينا هو احد اسباب حب الناس للنبي. اليوم يطلعون لنا في القنوات يأتون بأناس والله لا خلاق لهم، ويحاولون ان يصدرونهم بانهم قدوات، وتجد ابنائنا الصغار يقتدون، يعرف قصة هذا اللاعب وهذا الممثل وهذا المغني وهذا المشهور الفلاني باجل انه فقط يخرج عبر الشاشات. القدوة الحقيقية التي ينبغي ان تصدر للناس هو نبيكم صلى الله عليه وسلم. في احد هذه القصة مؤلمة. احد الكفار حفر حفرة يقال انه جلس عليها اياما. تعرفون انتم المدينة كلها جبال وصخور، وجلس ايام يحفر، يقول لعل محمد يمر من عندها فيسقط فيها. ولما جاءت الغزوة، غزوة احد، الرسول في احد كم كان عمره؟ من يعرف كم كان عمر الرسول؟ الرسول هاجر عمره كم اصلا الى المدينة؟ هاجر عمره 50 سنة. وغزوة احد كانت وعمر النبي 57 سنة. والرسول في اثناء الغزوة لم ينتبه للحفرة فسقط في داخلها عليه الصلاة والسلام، فارتطم وجهه بالحجر وصب الدم. النبي كانت عليه الخوذة، الخوذة هي التي توضع على الرأس ولها حديد يغطي الخدين، وفيها يعني اسنان من حديد حتى تربط من هنا وتغلق على بعضها، يضعها المجاهد والمحارب الى الوقت المعاصر هذا. فلما سقط النبي في الحفرة تألم ظهره ووجهه وكسرت رباعيته اسنانه. اراد ان يقوم يصعد، يقوم يقف في الحفرة، فاذا برجل من الكفار يقال له ابن قمئة يشوف الرسول يبغى يقوم ومعه السيف، فضرب النبي على سيفه مصفحا، يعني يضربه بالعرض على رأس الرسول. فجلس يضرب النبي على رأسه من هنا ثم وجهه من يمين ومن يسار، فدخل الحديد، حديد الخوذة، في وجه النبي وبدأ الدم يخرج اكثر. فركض الصحابة يبكون، وهنا اشيع ان النبي قتل. واول من تقدم ابو بكر يرفع ويقول فدتك نفسي يا رسول الله، والنبي يصب الدم من وجهه حتى يقول الصحابة والله لم نرى عينه من انفه من فمه من كثرة الدم. يقول ابو بكر فحاولت ان اخلع الخوذة فما استطعت، ابي اشيلها من شدة دخولها في جسد الرسول ما قدرت. فتقدم ابو عبيدة بن الجراح فقال اقسمت عليك يا ابا بكر ان تترك النبي لي. فتقدم ابو عبيدة وسج النبي، يعني رفعه واسدحه على الارض. يقول فحاول ان يخرج تلك الخوذة فما استطاع، فقام يمسكها بفمه يعني يعضها، يقول من شدته، فيقول فتنكسر اسنان ابو عبيدة والخوذة يلا تطلع، حتى يقول مع كل عضة له تتكسر جزء من اسنانه ويرميها رضي الله عنه، يريد ان ينقذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو يخرج الحديد من وجه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. يقول والدم في وجه النبي كثير، وكان الدم يملأ وجهه فيمجه النبي، يمج الدم الذي يخرج من فمه ويأتي الدم ثاني مرة، فيمجه صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مرة ولا يزال على هذه الحال. يقولون الصحابة
الأهثم هو الذي ليس له أسنان. يقول لما رأينا أبو عبيدة سقطت أسنانه والله لقد رأينا جمالا في وجهه لم نره من قبل حينما سقطت أسنانه إكراما من الله له، لأنه هو الذي خلع الخوذة من وجه نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول فخلعت فإذا بوجه النبي كله دم وفتحاتها في خديه من يمين ومن يسار. يقول فجلس النبي يمسح وجهه والصحابة حوله فرفع النبي كفه. يقول أبو بكر فخشيت أن يدعو على أمته فالتفتنا إلى النبي وهو يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. بعد هذا المظهر والمنظر يدعو لقومه وأمته بالهداية أن يهديهم الله. يا رسول الله تؤذى، تضرب، تكسر رباعيتك، يسيل دمك تضحية لأمتك ويؤذونك، والله قادر على أن يجيبك في هذا الموطن. ويدعو ربه في تلك اللحظات اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون الحق ولا يعلمون من أنا ولا يعلمون الذي أنا أردت أن أوصل لهم ما أوصله لهم يا رب العالمين. فأعني يا الله على توصيل هذه الرسالة. والله إن نبينا يستحق الحب عليه الصلاة والسلام إيمانا وحبا. ضحى النساء. أم عمارة في غزوة أحد لها موقف عظيم، تقول رأيت النبي والكفار خلفه يريدون ضربه، تقدمت حرمة يا جماعة الخير، يا شباب يا رجال، أنتم أمل أمتنا، أنتم الأمل بعد الله سبحانه وتعالى. أم عمارة تقف خلف النبي تضع نفسها له كالدرع تحميه حتى ضربت على كتفها فغار كتفها. يضربونها الكفار بالسيوف. تخيل وانت تذبح ذبيحة لما تضرب كتف الذبيحة بالساطور مرتين وثلاث ينكسر العظم يطيح. أم عمارة يقول الصحابة ضرب كتفها حتى غار، حتى سقطت في الأرض. وبالمناسبة تراها عاشت بعد غزوة بدر أو أحد 20 سنة وسقطت في الأرض، ومر عليها ولدها يا أمي يا أمي يريد ينقذها، قالت دعني اذهب إلى رسول الله فهو أولى مني بالإنقاذ. روح للرسول خلني أنا في الأرض. هذه المرأة تقف إلى النبي ثم التفت عليها الرسول في الغزوة وهي مدرجة بدمائها، قال من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ قالت أطيق وأطيق يا رسول الله فداء لك، ولكني أسألك مرافقتك في الجنة. أنا ما أبغى شيء، خلهم يضربوني وخله يغور كتفي وخل السيف يبقى في ظهري. امرأة حرمة يا شباب، حرمة يا رجال. الأمة اليوم نريد، تدري ماذا نريد فقط منك؟ نريد اتباع السنة، نريدك أن تكف أذاك عن الخلق وعن نفسك، نريدك أن تكون مؤمنا صالحا، نريد من البنت الفتاة المرأة أن تحفظ حجابها وعفتها وشرفها ومكانتها، أن تقوم على تربية أولادها وأن تحفظ زوجها حاضرا غائبا. نريد أمة تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغبة فيما عند الله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام وسط هذا الإيذاء، تخيلوا الله جل وعلا يريد أن يبتلي، أن يخبرنا أن الإسلام غالي، وأن يخبرنا أن النبي ضحى من أجل هذا الدين ومن أجل هذه الأمة التضحية الكبيرة. يشتد إيذاء قريش له في مكة. تخيل لما اشتد الأذى يموت أعز الناس إليه، تموت خديجة حاضنته وزوجته الكريمة الشريفة رضي الله عنها وأرضاها، ويموت عمه أبو طالب. لو الموت بيدك أنت، لو الله جل وعلا قال لك خذ يا فلان موت خديجة وأبو طالب في يدك، متى تخليهم يموتون؟ يموتون بعد فتح مكة، بعد نصر الإسلام. لكن الله جل وعلا أخذهم في وقت واحد في سنة واحدة، حتى سمي ذلك العام عام ايش؟ عام الحزن. كأن الله يريد أن يخبر محمد يا محمد سيذهب العم وتذهب الزوجة ويتخلى عنك الناس، لكن معك الله جل في علاه. وهذا درس عملي، لا تحزن إن الله معنا. يتخلى عنك كل الناس، كل من يتخلى عنك يذهب. إذا كان الله معك فلا تحتاج أحدا ينصرك بعد الله جل في علاه. يزداد إيذاء قريش
الأذان؟ سمع. نكمل بعد الأذان إن شاء الله 5 دقائق فقط نكمل إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. آمين. اللهم صل على الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله آت محمد رسول الله. هذا الأذان إذا اسمعه من آثار محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أوصيكم بكثرة الدعاء في هذا الوقت، ترى وقت الأذان وقت إجابة، وخاصة ونحن في وقت أمطار. أسأل الله جلت قدرته أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يشتد الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تخيل يموت من كان يسانده. خديجة هي التي آوته وآمنت به، فتحت باب بيتها بعد أن تزوجته رضي الله عنها، ودعمته بالمال ووقفت في وجه قريش دعما له، حتى لما كان الحصار في شعب أبي طالب أطلق النبي وصحابته بسبب خديجة رضي الله عنها. خاف الكفار أن يحدث لخديجة ضرر فيصبح عليهم العار إلى يوم القيامة، وعمها أبو طالب. ومع ذلك يموتون في اللحظات الحرجة، في داخل الأزمة، في داخل المشاكل، فيزداد أذى قريش، فيخرج النبي منهم إلى الطائف. تخيلوا الرسول لما خرج من الطائف كان عمره 50 سنة، ويخرج يمشي على رجليه 100 كيلو فارا من هؤلاء القوم الذين آذوه ما آمنوا به. ولما مات أبو طالب وخديجة ازداد الإيذاء، فخرج النبي معه زيد رضي الله عنه وتوجه إلى الطائف ظنا منه أنهم سيستجيبون. فلما دخل عليهم التقى بالزعماء الثلاثة في الطائف، فعرض عليهم الإسلام. فقال أول زعيم لمحمد عليه الصلاة والسلام استهزاء وعدم قبول، قال الأول: أما وجد الله خيرا منك حتى يرسله لنا؟
اذهب فلا نقبل منك. وقال الثاني: اما والله لو رأيتك متعلقا باستار الكعبة، والله لو اشوفك يا محمد متعلق باستار الكعبة تقسم انك نبي من عند الله ما صدقتك. واما الثالث قال: يا محمد اما ان تكون صادقا، فان كانك صادق نبي فانت ارفع من ان تكلمني، وان كنت كذابا فانت ادنى من ان اكلمك، فلا نقبل منك شيئا. ثم النبي وقف وعرف ان الجماعة ليس كما يقال ما فيهم طب، فقال النبي: اريد منكم امرا واحدا، الا تخبروا قريش انني اردتكم ان تقفوا معي ضدهم وانني دعوتكم الاسلام. قالوا: والله لنخبرنهم عنادا لك. وارسلوا من يخبر قريش ان محمد عندهم. ثم اخرجوا كل البلد، كل الطائف اخرجوها وصفوا صفين، منهم من يرميه بالحجارة من يمين ومنهم من يرميه بالحجارة من يسار، والنبي يمشي بينهم. يقول زيد رضي الله عنه: والله إنا نمشي من كثرة الحجارة والطوب كأنها أشجار فوقنا، من كثرة ما يرمونهم وشتم وسب. فإذا بالنبي يمشي مع شدة المشي والركض، وإذا برجليه تدخل في الحجر وتنشق ويخرج منها الدماء صلى الله عليه وآله وسلم، والحصى من كل مكان. فإذا بنبينا يخرج، وإذا بصاحب بستان يعطيهم عنبا أو تمرا، وإذا بزيد يقف عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فوقف الرسول ما شعر بنا، وقف والدماء تسيل. يقول: فنظرت إليه فإذا به يمشي، وزيد يلحقه يمشي. النبي يعني لم يشعر بماذا يفعل عليه الصلاة والسلام من هول الموقف. يقول: فأمشي خلفه وإذا بدموعه تذرفان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وإذا بنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد يقف مع غروب الشمس كما روى ذلك زيد: اللهم يا رب، اللهم إني أشكو ضعفي إليك، اللهم يا رب المستضعفين، اللهم أنت ربي، اللهم إني أشكو ضعفي إليك وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني هؤلاء، أو إلى قريب ملكته أمري قريش؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والدين، ويدعو ربه ويلح. في هذه اللحظات نزل ملك الجبال ومعه جبريل، فإذا بنبيكم عليه الصلاة والسلام يقول له جبريل: يا جبريل يا محمد ارفع رأسك فإن الله أرسل لك ملك الجبال. يقول: إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لأطبقته. يقول ابن كثير وهي من الإسرائيليات: قال له ملك الجبال: إن الله يقول يا محمد إنك عزيز علي وإنهم قد هانوا عندي. أنت اليوم عزيز عند الله، وش تبي؟ ماذا تريد؟ فقال النبي في هاللحظة: لا تطبق عليهم الأخشبين، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. أي رحمة. بالله عليكم يا شباب، يا أمة، يا بنات، ما نقدر نطبق سنة من سننه؟ بكر المسجد. الآن أذن العشاء، أنا أنصح أبنائي الآن يقومون يذهبون للمسجد، سنته. ادخل المسجد، استحضر وأنت تذهب الآن للمسجد أن كل خطوة تخطوها واحدة ترفع حسنة وأخرى تحط سيئة. استشعر وأنت تذهب إلى بيت الله جل في علاه أنك في الصلاة ما دمت تنتظر الصلاة. قم الآن، قبل رأس والدك ووالدتك، اذهب إلى أعمامك، أقاربك، أرحامك، إخوانك، ابعد القطيعة عنك، كن واصلا برحمك، طبق ما أمرك به رسولك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. فيقول هذه الدعوات، وأنا بالمناسبة أقول لكل المستضعفين، إخواننا في سوريا، في فلسطين، في العراق، إلى من سكبت دماؤهم وأريقت على أرض اليمن، إلى إخواننا في كل مكان، إلى كل مستضعف، إلى أخواتنا المضطهدات، إلى المساجين، إلى أولئك الضعفاء: قولوا ما قال نبيكم: اللهم إنا نشكو ضعفنا إليك وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت ربنا وربهم ورب المستضعفين، إلى من تكلنا؟
إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك يا الله غضب علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والدين أن تنصر دينك في كل مكان يا رب العالمين. هذه مقدمتي عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. أردت الحديث حبا وتشويقا له حتى ندلف إن شاء الله تعالى في لقاءاتنا الأخر في سيرته العطرة. سأختصر معكم في بقية المجالس الأخرى إن شاء الله مختصرا هذه السيرة حتى ننتهي في آخر جلسة أو مجلس أو لقاء في وفاته صلى الله عليه وسلم. أريد دروسا عملية تطبقها الأمة، أريد الشباب، هذا قدوتكم، طريقكم الحق المضيء المنير هو طريق محمد بن عبد الله. كل طريق سوى طريق الرسول مظلم، وكل باب سوى هذا الباب مغلق. الذي يتلمس العزة والقوة والقدوة والنجاح والتميز والتفوق في غير سيرته ومسيرته وسنته وهديه هذا مسكين، هذا يهرول عبثا ويركض خلف سراب، ولن يصل الى حد ولا الى نهاية الا الى موت سينتهي به. وان مات على غير الحق، مات على غير الجادة، فالنهاية معروفة على من يموت على غير ما اراد الله واراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس القادم ان شاء الله تعالى سنتحدث للعالم كله عن اعظم ميلاد وعن اعظم مولد، كيف ولد، كيف كان، وماذا عمل، لماذا مات ابوه، لماذا ماتت امه عمره 6 سنوات، لماذا مات جده وهو صغير، لماذا مات من يناصره، ما هي الاثار، ليش النبي تربى في اكثر من مكان، في اكثر من بيت وفي اكثر من بيئة. كل هذا ان شاء الله تعالى سنتحدث عنه ان شاء الله في لقائنا القادم. ما اعظم النبي صلى الله عليه وسلم، ما اعظم هذه السيرة العطرة والعظيمة، سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. اقتدوا برسولكم ومن سيرته انهلوا من هذه السيرة العظيمة. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم انا نسألك ان تجمعنا برسولك محمد صلى الله عليه وسلم. النداء فأمنوا. اللهم يا الله، اللهم يا ملك، اللهم يا قدوس، اللهم يا سلام، اللهم يا مؤمن، اللهم يا مهيمن، اللهم يا عزيز، اللهم يا جبار، اللهم يا متوكل، اللهم يا وهاب، اللهم يا واسع، اللهم يا اول، اللهم يا اخر، اللهم يا ظاهر، اللهم يا باطن، اللهم يا عزيز، اللهم يا قوي، اللهم يا حي، اللهم يا قيوم، اللهم يا رحمن، اللهم يا رحيم. اللهم انا نسألك بالاسماء الحسنى والصفات العلى، اسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك. اللهم اجعلنا ممن سار على هدي نبيك محمد بن عبد الله. اللهم اجمعنا به في جناتك، جنات النعيم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. اللهم يا الله، اللهم يا رحمن، اللهم رحماك باخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انه لا حول لنا ولا لهم ولا قوة الا بك. اللهم اليك نرفع كف الضراعة، نشكو اليك حالهم وضعفهم. اللهم انهم بهم من اللأواء والبلاء والشدة ما لا يعلمه الا انت ولا يكشفه سواك. اللهم ارحم ابناءنا الضعفاء الايتام المساكين في ارض سوريا. اللهم ارحم ضعفهم في سوريا، وارحم ضعفهم في العراق وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم انه لا ناصر لهم الا انت، اللهم لا ناصر لهم الا انت. اللهم انهم يعانون، اجتمع عليهم العدو في الداخل والعدو في الخارج. اللهم انهم في حالة لا يعلمها الا انت. اللهم انهم في شتاء وفي برد وفي حالة لا يعلمها الا انت. اللهم قتل ابناؤهم وسجن رجالهم وهدمت عليهم بيوتهم وحرموا من اقاربهم. اللهم اننا في ضعف لا يعلمه الا انت، فارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم برحمة من عندك لا تبقي لامتنا بأسا يا رب العالمين. اللهم انا نشكو ضعفهم اليك
فارفع ما هم به يا حي يا قيوم. آمين. كلهم ناصرا يوم قل الناصر، ومعين يوم فقد المعين. آمين. يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم من عاداك فعاده، ومن مكر بهم فامكر به. اللهم عليك بأعداء الملة أجمعين. اللهم عليك بأعداء الملة أجمعين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل ما أنزلته علينا يا ذا الجلال والإكرام رحمة بنا يا رب العالمين. اللهم اجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم اجعل بلادنا هذه المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين آمنة مطمئنة رخاء يا رب العالمين. اللهم احفظها واحفظ ولاة أمرها ورجال أمنها يا رب العالمين، وعلمائها وكل من كان بها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظها من كيد الكائدين، واحفظها من حسد الحاسدين. اللهم احفظها من عبث العابثين. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ الخليج في كل مكان. اللهم اجمع كلمة الخليج يا رب العالمين في عمان وفي الإمارات وفي قطر وفي البحرين والكويت وهذه البلاد يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي اليمن وفي باكستان وفي الهند وفي الصومال وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. شكر الله لكم أيها الأفاضل، وشكر الله لمن يشاهدنا عبر هذه الشاشة المباركة قناة بداية. شكر الله للقائمين على هذا البرنامج وعلى هذا العمل الكبير المشرف. أسأل الله أن يجعلكم هداية لشبابنا، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه، وأحسب أن اختياركم إن شاء الله كان اختيارا موفقا، واعلموا أنكم قدوات ينظر إليكم الأبناء والبنات في البيوت، فكونوا قدوة حسنة بأفعالكم وأقوالكم ومبادراتكم، بل حتى في مظهركم وفي أقوالكم وفي كل ما تفعلون. اعرفوا أنكم ستخرجون من هذا البرنامج كما يسمى بهذا اليوم نجوما، لكن كونوا نجوما في الحق يهتدى بكم. إياك أن تؤخذ عنك كلمة أو يؤخذ عنك حركة أو يؤخذ عنك مظهرا أو يؤخذ عنك ملبسا أو أمرا لا يليق بسنة حبيبك، بل ولا يليق حتى بعد ذلك بشخصيتك كرجل وكإنسان مسلم تنتمي إلى محمد بن عبد الله، ثم تنتمي إلى هذه الأمة المباركة التي نسأل الله أن يجمع أطرافها وأن يقويها، إنه ولي ذلك والقادر. شكرا أخي الشيخ غرم، شكرا أبو عبد الكريم، شكرا للآباء، شكرا لقناة بداية، شكرا حقيقة إلى هذا البرنامج زد رصيدك على هذا الحرص وعلى التوفيق الحقيقة الذي يفعلونه لشبابنا. زادكم الله هدى ونورا. وأنا أدعو من هذا المنبر بالمناسبة كل علمائنا بدءا بالكبار الأفاضل الأجلاء في هيئة كبار العلماء وأئمة الحرمين، وأدعو القضاة وأدعو طلبة العلم بزيارة الحقيقة هذه القرية والتعاون مع الإخوة الأجلاء الفضلاء حتى نقف معهم وحتى نطبق ما نقوله، لأننا ننظر الأمة كل مرة وفي كل مكان، وأحسب إن شاء الله أن علماءنا على قدر من المسؤولية وفقهم الله وأعانهم، ونحن تلامذة عند أيدي أولئك العمالقة أن نطبق ما نقوله من القرب من الشباب، من احتواء الشباب. فأنا أوصي وأنادي وسأتعاون إن شاء الله تعالى مع الشيخ غرم على أن نكون سببا إن شاء الله تعالى في مفتاح لعلمائنا حتى يزوروكم في هذا المكان ويقفوا من قرب معكم ومع شبابنا، ويتحدثوا لكل مشاهدي هذه القناة وخاصة الشباب، ليعلم الجميع أن الهدف واحد، أن الغاية ليست الحقيقة قضية دعاية لا إلى قناة ولا إلى غيرها، بقدر ما نحن نريد أن نجمع شبابنا ونريد أن نوجه شبابنا منطلقين من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرا على منهج سلف هذه الأمة الصالحين، واقتداء كذلك بالفضلاء في كل مكان. حفظ الله علينا أمننا وأماننا، والله تبارك أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا محتاجين العلماء يا شيخ الوقت هذا، سلام الله. احنا بحاجات العلماء الوقت هذا، المجتمع والشباب في الوقت في الزمن هذا محتاجين هم الذين العلماء إن شاء الله يكون لشبابنا. هذا وقت مشايخنا وستجدون إن شاء الله علماؤنا معكم في كل مكان وفي كل برنامج إن شاء الله تعالى من برامج الحياة. الله يسعدك يا شيخ. بارك الله فيكم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.